السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي تعليق بسيط على حادثة ابن العم الذي قتل ابن عمه. جاءتني رسالة على الواتساب، طبعا مكتوب في هذه الرسالة: يا محلى الفنجال مع سيحة البال في مجلس ما فيه نفس ثقيلة، هذا ولد خال وهذا ولد خال. استوقفت يعني قلت المفترض يكتب هذا ولد عم وهذا ولد خال، يعني وهذا شيء بديهي طبعا، لكن استعرض لكم باقي الرسالة. طبعا يقول هذا ولد خال وهذا ولد خال، وحط تعليق أسفل: صراحة سالفة ولد العم تخوف اليومين. طبعا وأيضا واحد راسل ولد عمه كاتب كشتات وطلعات بر، معليش، وغيرها من الرسائل. لأن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة. هل نسخر لأن الله سبحانه وتعالى سترنا وآوانا، أم نسخر لأن إخوان لنا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى؟ لكن أقولها صراحة: الذي ابتلى هذه العائلة قادر على أن يبتلينا، فلنحمد الله سبحانه وتعالى على جميل ستره. صحيح هي الأسباب، لكن من طرق باب السخرية والاستهزاء فلن يعقبه الخير والله. قال ابن سيرين: عيرت رجلا بالإفلاس فأفلس. الأب في إحدى القنوات التلفزيونية وهو يقول: تحطمت حياتي. أب قارب 100 سنة يقول تحطمت حياتي. والله كلمة معناها كبير جدا. تخيل في لحظات يفقد 3 من أبنائه، 2 ابنيه و1 ولد أخوه. طبعا والله أشعر ما يشعر به هذا الأب. ففي لحظات توفى والدي رحمه الله و3 من إخواني طبعا غريقين في السيل. لو أتتني رسائل أو قرأت رسائل سخرية واستهزاء بهذه الحالة أن والدي توفى، طبعا لو أتتني رسائل أو قرأت رسائل أو وصلتني استهزاء في والدي أو في نفس الحالة، كيف سيكون شعوري؟ كذلك ما يشعر به هذا الأب وأم القاتل وأم المقتول، أخوان حالة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فعليكم كل المصائب قد تمر على الفتى، فتهون غير شماتة الأعداء. والله إنه يتفطر قلبي كثيرا من المصائب التي تأتينا والفضائح وما إلى ذلك، ما نرى إلا سخرية وطقطقة وفلة وناسة. دائما ضع حالك في مثل ما يكون فيه. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلادنا. ثم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتمنى أن تصل رسالتي إلى الجميع لكي يستفيدوا حتى لا يعم البلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.